مصطفى كامل دخل سكة عمليات التجميل، وده اللي كشفه دكتور التجميل بتاعه بعد ما نزل صورهم في العيادة في آخر زيارة له. الصورة دي عملت إثارة جدل كبيرة جدا، باعتبار مصطفى كامل مش مجرد فنان، ده نقيب الموسيقيين، والمفروض كل مطربين مصر بيحترموه وبياخدوه قدوة ليهم. لكن صورته في عيادة التجميل كانت صدمة كبيرة. القدوة بيعمل عمليات تجميل، وفي الحقيقة عمليات التجميل بقت موضة. الرجالة كل فترة نلاقي فنان بيعلن انه عمل عملية تجميل. الموضوع بدأ من عند تامر حسني لما عمل عملية تجميل في دقنه وفكه السفلي عشان يبرزهم، وصدمت الجمهور فيه وفي شكله لما اتغير، خلتهم بعد كده يتقبلوا الفكرة لما اي فنان تاني يعملها، خصوصا ان جمهور تامر كبير جدا وكان بيدافع عنه باستماتة. لكن من كتر عمليات التجميل شكله اللي اتغير 180 درجة، خلاص جمهور تامر بطل يدافع عنه وقالوا هو حر يعمل اللي هو عايزه. وبالرغم من اللي تامر عايزه وعمله، خسروا شريحة كبيرة من جمهوره، وهم الرجالة اللي كانوا بيحبوه ومتابعينه وبالنسبة لهم قدوة ومثل أعلى. لكن مش تامر حسني الوحيد اللي عمل عمليات تجميل أثارت الجدل بالشكل ده، في كتير من الفنانين الرجالة اللي خضعوا العمليات من النوع ده. فخلينا نقول إن آخر فنان أثار الجدل لما شافوه الجمهور بعد التغير هو مطرب المهرجانات عمر كمال، اللي فجأة اختفى عن الساحة الفنية والسوشيال ميديا، وكمان ما حضرش اجتماع مهم في نقابة الموسيقيين بالرغم انه كان مستنيه بقاله كتير. فالجمهور بدأ يسأل هو ازاي ما حضرش، ويا ترى ايه اللي منعه؟ يمكن اتعرض لوعكة صحية. لكن الحقيقة ما خدش وقت طويل عشان يظهر، لان في ناس شافوه في المطار واخدوا ليه صور ونزلوها على السوشيال ميديا، والجمهور ما كانش مصدق ان اللي في الصورة ده عمر كمال، اللي معروف عنه انه املس يعني، واللي في الصورة ده واحد بدقن. بعض الجمهور رجح انها فلتر او فوتوشوب، لكن عمر كمال بنفسه انهى الجدل اللي حصل وقال انه عمل عملية تجميل لما اختفى الفترة اللي فاتت، وعملية التجميل دي هي زراعة الدقن. ومن عمر كمال لأحمد سعد اللي كان شجاع بصراحة ونشر بنفسه صورة قبل وبعد عملية التجميل، وقال أحمد سعد انه عمل عملية التجميل في عظم فكه السفلي ودقنه كمان، وحولهم من الشكل الدائري لشكل الخط المستقيم، وكمان حقن فيلر وفي خط الفك عشان يبان على وشه علامات الذكورة اكتر. وتعتبر عملية التجميل دي مش الاولى لاحمد سعد، لكنها الاولى اللي بيعلن عنها. ومن احمد سعد لاحمد عز اللي فجأة انتشرت ليه صور وهو وشه منفوخ ومورم كأنه شكله متغير جدا ومخيف بالنسبة لناس كتير، وبدأ الجمهور يسأل عن السبب وهل بيمر بأزمة صحية. لكن وقتها اتكلم اكتر من دكتور تجميل عن الصورة اللي انتشرت لأحمد عز، وقالوا ان الوش المورم والمنتفخ ده بيكون اثر جانبي طبيعي لما بنعمل حقن بوتوكس او فيلر في الوش، بياخد فترة ورم لحد ما الجسم يتعود على المادة الجديدة اللي دخلت فيه، وبعد فترة قصيرة بيختفي التورم وبيظهر الوش اكثر نضارة وخالي من التجاعيد. وفي ناس كتير مش بتعتبر البوتوكس والفيلر عمليات تجميل، وده لان معظم الفنانين الرجالة قبل الستات كانوا بيعملوه، واللي منهم طلع قال ده في لقاءات تلفزيونية كمان زي كاظم الساهر وعاصي الحلاني وباسل الخياط وراغب علامة، وقالوا ان هدفهم هو انهم يخفوا التجاعيد وعلامات التقدم في العمر. ونرجع بقى لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل اللي طلع من كام ساعة ونفى تماما انه عمل اي عمليات تجميل، وقال انا وشي مش محتاج اعمل تجميل، الحمد لله انا ماليش في عمليات التجميل ولا الفيلر ولا الكلام ده، انا رحت لدكتور التجميل لاني عامل لوك جديد ودقن، لاني داخل فيلم جديد وما عنديش مشاكل في وشي عشان اعمل تجميل ولا في اي احتياج لكده. مش شرط عشان اروح لدكتور تجميل يبقى انا رايح عشان اعمل عملية تجميل، انا اروح براحتي اي حتة. احكام الناس دي بقت غريبة جدا، وبكده يكون مصطفى كامل خرج من قوس عمليات التجميل، لكن هنسيب القوس مفتوح برضه.